تعالوا نكمل كلامنا عن الدهون اللي قلنا ان انا عايزه اورد للجسم احتياجاته الاساسيه، فلازم ابقى فاهمه ايه هي ابسط وحده هيحاسبني عليها، وقلنا ان هي الاحماض الدهنيه. يا ترى ايه هي التقسيمات المختلفه للاحماض الدهنيه؟ اول حاجه كده لازم نتفق عليها، الجسم مش هيسكت لي عليها، ان انا لازم اوفر له احماض دهنيه اساسيه، لان هو مش هيقدر يصنعها، فلازم اديها له من مصدر خارجي زي الاوميجا 3 والاوميجا 6. لو هو سبته اسبوعين من غير ما اوفر له الاحماض الدهنيه الاساسيه، هيبدا يحاول محاوله بائسه كده ان هو يصنعها، وهيبدا ان هي يلاقيها لا مش هي دي المطلوبه، وتترص في الكبد وتحمل لي الكبد الدهني. طب استني، انت قلتي اوميجا 3، احنا عارفين اوميجا 3 ده حلو قوي وفوائده كتيره وبنسمع عنه كتير وبنحاول ناخده كمكملات غذائيه. طب بس اوميجا 6 ده بيحذروا منه. على فكره احنا محتاجين اوميجا 6 ضعف كميه اوميجا 3، بس الفكره ان الاوميجا 3 نادر، عشان كده بناخده كمكمل غذائي. الاوميجا 6 ليه خواص التهابيه، والاوميجا 3 ليه خواص ان هي مضاده للالتهاب، لكن طبعا الاوميجا 6 ليه فوائد كتيره. طيب احنا النهارده قلنا ان انا عندي الحمض الدهني، فعشان اعرف بقى انا بورد ايه واعرف هو ايه الصحي ومش الصحي، خلينا نشوف صوره سريعه كده للحمض الدهني كمركب كيميائي، والكلام ده يمكن يكون بسيط جدا، وانا حبيت ان انا ابدا معاكم من الاساسيات عشان الناس اللي خلفيتها زيرو تمشي معايا سلمه سلمه. اول حاجه هنشوف ان عندنا الحمض الدهني ده حاجه كده عامله زي كربون وهيدروجين، اللي هو حرف السي ده عباره عن عنصر الكربون، والاتش دي عباره عن عنصر الهيدروجين. هنلاحظ ان انا عندي سي ماسكه في سي ماسكه في سي ماسكه في سي، ذرات الكربون اللي ماسكه في بعضها دي بتعمل حاجه اللي هي اسمها سلسله الهيدروكربون. طب سلسلة هيدروكربون في ايه؟ هو حضرتك احنا قلبنا كيمياء ليه؟ احنا انتي فاهمانه غلط، احنا بس عايزين نعرف ايه الاكل الصحي. لا، ما هو على اساس ده هنبدا اننا نقسم بقى السلسله اللي احنا بنتكلم عنها دي لحاجه قصيره ومتوسطه السلسله وطويله السلسله. طب وانا مالي بالسلسله؟ الفكره ان احنا عندنا الحاجات قصيره السلسله ومتوسطه السلسله، اولا طبعا بتتهضم من الامعاء مش محتاجه اي ناقل، بس انا مالي بقى يعني طويله السلسله محتاجه ناقل مش ناقل، انا مش هحاسب على المواصلات كمان. لكن قصيره السلسله ومتوسطه السلسله الكبد بيحولهم لطاقه ومش بيخزنهم لدهون. دي حاجه كويسه جدا، ونلاقي في عندنا مكمل غذائي اسمه الام سي تي او الميديوم تشين ترايجليسرايد، بيستخرجوه من جوز الهند، وجوز الهند بيقولوا عنه كلام حلو جدا، وان هو غذاء خارق، وان هو بيعالج السلوليت، بالرغم ان هو يعتبر انت زي ما بتشوفوه ان هو حاجه كده بيكون في درجه الحراره في شكل صلب. طب ازاي جوز الهند بيكون زي ما انت بتقولي متوسط السلسله بالرغم ان هو في درجه حراره الغرفه؟ بتلاقي انه حاجه صلبه. لا، موضوع ان الحاجه تكون صلبه او سائله دي مرتبطه بحاجه ثالثه، زي ما هنشوف كده عندنا ان احنا ذرات الكربون دي بقى ممكن ان هي تكون ماسكه في بعضها بايد واحده او ماسكه بايدتين. ليه تمسك بايدتين؟ عشان الاتنين اللي جنب بعض مش لاقيين هيدروجين يعني ايه يكفي يمسكوا فيه، بيكون غير مشبع، فبيبداوا ان هم يعملوا حاجه كده اللي زي ما احنا شايفين اللي هي الرابطه الحمراء دي، بتكون رابطه ثنائيه ما بينهم. طيب معناه ايه بالاخر كده؟ ان اللي هو بيكون فيه هيدروجين كتير ده شبعان، اللي ما فيهوش هيدروجين كتير ده بيكون ايه؟ غير مشبع. طب يا ترى انهي اللي صحي اكتر؟ عندنا بنقول ان احنا بنفضل الدهون الغير مشبعه، ودي كمان هنلاقيها ان هي بتاثر على السيوله بتاعه الغشاء الخلوي. عندنا هنلاقي قدامنا في صوره الفوسفوليبيد ده، الفوسفوليبيد ده بيتكون منه غشاء الخليه، هنلاقي ان هو عباره ان هو فيه حمض دهني، وبالتالي انواع الاحماض الدهنيه اللي بناخدها بتاثر على السيوله بتاعته، وبالتالي بيساعد على انتقال المواد من خلاله. فيعني بالتالي زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا الاحماض الدهنيه دي داخله في تركيب وتصنيع اجزاء جسمنا. طيب الدهون الصلبه دي اخدها ولا ما اخدهاش؟ بنقول ان احنا بناخدها في حدود 10% من السعرات بتاعتنا. يعني انا النهارده لو باخد 1800 سعر حراري هاخد حوالي 180 سعر حراري من الدهون المشبعه، وزي ما بنقول ان الجرام من الدهون بيكون ب9 سعر حراري، فاقسم ال 180 على 9 اشوف يبقى هو ده الحد الاقصى من الدهون بتاعتي المشبعه. طيب السمنه البلدي بقى والمهدرجه هما حاجه واحده؟ لا، الفكره ان الدهون الغير مشبعه دي ممكن يعملوا لها الهيدروجين بس بطريقه صناعيه. طب ايه اللي بيحصل لما بتضاف بطريقه صناعيه؟ ما بيطلعش نفس المركب اللي هو الجسم اتعود عليه، بيسموه ترانس فاتس، ودي اوريدي اصلا بتكون الجسم اتعاملش معاها، بيصنعش منها حاجه، بيبدا يخزنها، وبتكون خطيره جدا. يبقى احنا كده سريعا
قسمنا تصنيف الدهون لان انا عندي اساسيه وغير اساسيه. الاساسيه لازم اوفرها للجسم حسب طول السلسله لمتوسطه وقصيره السلسله، ودول الجسم ما بيخزنهمش وبيحولهم لطاقه، لكن طويله السلسله هي اللي بتتخزن. ودهون عندي قلت الدهون مشبعه وغير مشبعه، وان انا المفروض الدهون المشبعه ما تزيدش عن 10% من سعراتي، والدهون المهدرجه ابعد عنها خالص. طيب هو حضرتك النهارده في عالم موازي، انا النهارده ما بتطلب مني صوره دم، بلاقي ان انا لا ده انا اوريدي بلاقي حاجه ترايجلسرايد، كوليسترول، اتش دي ال، ال دي ال. طب ايه دول وايه مدى خطورتهم وامتى ايه ازاي ان انا اقدر اسيطر على وجودهم وزيادتهم؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي.